اهلا بيكم في التايم لاين. زي الايام دي من 50 سنة وفي اغسطس من سنة 1973 محاولة فاشلة للسطوة على بنك في السويد كانت ورا صياغة مصطلح متلازمة ستوكهولم. تطلع ايه بقى متلازمة ستوكهولم دي يا اسطى؟ وايه علاقتها بوعد البنات في الجاهلية زي ما انت قايل في العنوان كده؟ متلازمة ستوكهولم يا صاحبي ببساطة هي شعور ضحايا الخطف بمشاعر ايجابية او تعاطف ناحية اللي خطفوهم. ايه بقى علاقتها بوعد البنات في الجاهلية؟ وايه علاقتها بمحاولة سرقة البنك؟ كل ده واكتر هنعرفه سوا بس بعد البرومو. عدد من كتب التراث العربي منها على سبيل المثال كتاب الأغاني بيقولوا إن الصحابي الجليل قيس بن عاصم التميمي كان من أوائل العرب اللي وأدوا بناتهم في الجاهلية، وفي بعض المصادر بتأكد إنه أول واحد في العرب يعمل كده. طب ليه أصلا حد يعمل كده في بناته؟ في روايتين يا صاحبي ورا الموضوع ده. الأولى إن النعمان بن المنذر أغار على بني تميم وأسر أو سبق منهم عدد من النساء. بعد كده تم صلح بينه وبين تميم، فتقدم قيس بن عاصم التميمي وكلم النعمان بن المنذر عن نساء تميم اللي في الأسر. النعمان بن المنذر ترك للنساء حرية الاختيار، يعني اللي عايزة ترجع لأهلها أو لجوزها ترجع، وكل نساء تميم اللي في الأسر اختاروا يرجعوا للقبيلة ما عدا بنت قيس بن عاصم اختارت تفضل مع اللي أسرها. والتانية يا اسطى، الرواية التانية يا صاحبي شبه الأولى بس في تغير في الأسماء والأشخاص. المشمرج اليشكري أغار على بني سعد وسبق وأسر عدد من النساء منهم. بعد كده قيس بن عاصم التميمي عرف إن بنت أخته رميم بنت أحمر بن جندل السعدي وقعت في الأسر، فتوجه للمشمرج اليشكري وطلب منه يفتديها. المشمرج قال له بس الأسيرة دي خدها عمرو ابني، فتوجه قيس بن عاصم لعمرو بن المشمرج، وعمرو ترك لها حرية الاختيار لكنها فضلت البقاء مع عمرو. وسواء يا صاحبي كانت بنته أو بنت أخته، في الحالتين اختيارها للبقاء مع اللي أسرها جلب عليه العار وسط العرب، فأقسم قيس بن عاصم إنه أي بنت تتولد له يدفنها حية أو يوئدها مخافة إنها تجلب عليه العار في يوم من الأيام بعد ما تكبر. وابتدوا العرب يقلدوه بعد كده. بس أنت عارف يا اسطى إن ده كلام فارغ. طبعا يا صاحبي ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة التكوير: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولو بصيت للسبب اللي الوقت بدأ من وراه هتلاقي إن الأسيرة تعاطفت أو بقى عندها مشاعر إيجابية ناحية اللي أسرها أو خطفها، وده أبسط تعريف لمتلازمة ستوكهولم. أيوة يا اسطى صحيح، أنت توهتني. إيه بقى حكاية متلازمة ستوكهولم دي؟ نرجع لأغسطس سنة 1973. السويدي يان إيريك أولسون بعد خروجه من السجن قرر يسرق البنك الموجود في ميدان نورمال مشتورج في العاصمة السويدية ستوكهولم. أثناء تنفيذه لعملية السطو الدنيا ما مشيتش حسب الخطة، فصاحبنا يان إيريك أولسون لقى نفسه متورط في احتجاز 4 رهائن من الموظفين في البنك. الأربعة دول كانوا كريستين إنمارك، إليزابيث أولدجرين، برجيتا لاندبلاد، والراجل الوحيد معاهم كان سفين سافشتروم. وطبعا مفيش احتجاز رهائن من غير طلبات. يان إيريك أولسون طلب مبلغ 4 مليون كورونا سويدي، كانوا بيوازوا وقتها 3 مليون دولار، وكمان طلب إحضار زميل سابق له في السجن هو كلارك أوليفسون عشان يساعده في الورطة اللي هو فيها. الشرطة حاولت تقتحم البنك بالقوة لكن الاقتحام فشل، فأفرجوا عن كلارك أوليفسون وأحضروه للبنك وسمحوا له بالدخول. عملية الاحتجاز استمرت أكتر من 5 أيام، خلالهم بدأ الرهائن يحسوا إن الشرطة مش مسيطرة على الموقف، ومن وقت محاولة الاقتحام الفاشلة حسوا إن الشرطة بقت مصدر خطر عليهم. في المقابل يان إيريك أولسون ما كانش مصدر خطر أبدا بالنسبة ليهم، بالعكس. مثلا إليزابيث أولدجرين لما قالت له إن هي بتشتكي من كلوستروفوبيا وما بتحبش تقعد في الأماكن المغلقة، ربط في رجلها حبل طويل وسمح لها تخرج تتمشى بره البنك. برجيتا لاندبلاد لما كانت بتحاول تتصل على البيت عشان تطمن جوزها وأولادها سمح لها تستخدم التليفون بنفسها،
يعني الراجل كان بيشتغل على راحتهم وبيحل مشاكلهم. وده اللي خلى كريستين إنمارك تتصل على أولاف يولما رئيس وزراء السويد وقتها، وتطلب منه تنفيذ طلبات يان إيريك أولسون والسماح بخروج الخاطفين والرهائن في أمان، وبلغته بمخاوفها من طريقة تعامل الشرطة مع الموقف. لكن رئيس الوزراء اللي كان على أعتاب انتخابات رفض تماما الاستجابة لمطالبها، لأن الاستجابة لمطالب المجرمين هتهز مركزه السياسي بقوة قبل الانتخابات. في النهاية الشرطة أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع على البنك، ولبسوا أقنعة الغاز ودخلوا قبضوا على الخاطفين وحرروا الرهائن. بعدها بأيام الخبير النفسي نيلس بيروت اللي كان بيشتغل مع الشرطة وقتها وكان بيهندس عملية التفاوض والتعامل مع يان إيريك أولسون ظهر في لقاء إذاعي، وأثناء اللقاء اتفاجئ الجميع بمكالمة من كريستين إنمارك اللي كانت محتجزة في البنك، وقالت في الاتصال إن الشرطة تعاملت مع الموقف بشكل خاطئ وإنها كانت مصدر خطر على الرهائن، واتكلمت عن يان إيريك أولسون بشكل إيجابي وقالت إنه ما حاولش يأذي الرهائن. نيلس بيروت قطعها وقال محدش يسمع كلامها ولا يهتم بيه لأنها مصابة بمتلازمة نورمال مشتورك، وده اسم الميدان اللي كان فيه البنك. طبعا نيلس بيروت هبد الاسم ده على الهوا في لحظتها بدون ما يفحص كريستين إنمارك أو حتى يتحاور معاها. بعد كده أثناء المحاكمة الرهائن رفضوا يشهدوا ضد يان إيريك أولسون. وقتها وسائل الإعلام في السويد استخدمت اللفظ اللي ابتدعه نيلس بيروت، لكن بدل ما يستخدموا اسم الميدان استخدموا اسم المدينة وبقى اسمه متلازمة ستوكهولم. واللي ساهم أكتر في نشر المصطلح ده حول العالم قضية باتي هيرست في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1974. باتي هيرست هي حفيدة واحد من أهم وأكبر رجال الأعمال في التاريخ الأمريكي، ويليام راندولف هيرست. تم خطفها من شقتها على يد أفراد من منظمة سيمبيونيز ليبرتي أرمي عشان يطلبوا فدية ضخمة، لكن ما تمش الاستجابة لطلباتهم. وبعد أكتر من شهرين تم القبض على باتي هيرست أثناء اشتراكها مع أفراد من نفس المنظمة اللي خطفتها في سرقة بنك. ودي بقى مش بس تعاطفت مع اللي خطفوها ولا شعرت بمشاعر إيجابية، لا دي انضمت لهم وشاركت معاهم. وأثناء المحاكمة المحامي فرانسيس لي بيلي طالب بالبراءة لموكلته باتي هيرست. البراءة من سرقة بنك. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. مش سألتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى سيادتك. طبعا اجاوب سيادتك. طبعا. المحامي طالب ببراءتها بدعوى انها شاركت في الجريمة دي تحت تأثير اصابتها بمتلازمة ستوكهولم. وطبعا الوسائل الإعلامية والتغطية الإعلامية الكبيرة للقضية دي ساهمت في نشر مصطلح متلازمة ستوكهولم في العالم كله، لكن المحكمة رفضت الحكم بالبراءة وشافت ان ده سبب مش كافي. والغريب يا صاحبي انه لحد النهاردة مفيش مرجع امريكي له وزنه في علم النفس بيعترف بمتلازمة ستوكهولم كمرض نفسي، وده بسبب ندرة الحالات وقلة الدراسات اللي اتعملت على الحالة دي. مش بس كده، لا، دكتور ألان ويد أستاذ علم النفس في جامعة فيكتوريا الكندية بيقول إن صياغة نيلس بيروت للمصطلح ده غير دقيقة علمياً، وبيوصف الأحداث اللي حصلت أثناء أزمة احتجاز الرهائن في سنة 1973 بإن هي تصرفات غريزية أو استراتيجية للبقاء. وفي لقائه اللي أجراه مع قناة BBC بيأكد على كلامه ده بإنه المشاعر الإيجابية كانت متبادلة بين الرهائن وبين يان إيريك أولسون، ما كانتش في اتجاه واحد. وسواء كان مصطلح متلازمة ستوكهولم بيوصف حالة نفسية أو مرض نفسي، أو إنه مصطلح بيفتقد للدقة العلمية الكافية، فما فيش شك إنه فرض نفسه بقوة على الثقافة العالمية، وإنه كتب عنه عشرات الكتب وعشرات الأفلام وحتى الأغاني. لكن أنت بقى رأيك إيه؟ مصطلح بيوصف مرض نفسي ولا هبدة غير علمية؟ في النهاية لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، اعمل اللايك، شير الفيديو لأصحابك، وما تنساش تشوف المصادر وتكتب لي رأيك في التعليقات. سلام.